ابلكيشن هيقلب موازين اللعبه الفتره الجايه على السوشيال ميديا. كمل معايا الفيديو ده عشان تعرف انا بتكلم على ايه بالظبط، وايه هو الابلكيشن اللي هيغير الدنيا خالص على السوشيال ميديا. ابلكيشن جديد لسه نازل. الواجهه بتاعته هي زي بالظبط معظم الابلكيشنز، زي ما انت شايف تقدر تابلود فيديوز، تقدر تابلود صور، تقدر تحط او تنشر تكست. يعني الجميل في البلاتفورم ده او في الابلكيشن ده ان انت بتتكلم بحريه، ان انت عندك حريه تنشر اللي انت عايزه، وكمان جامع ما بين اكس انك تقدر تشوف ايه الترندنج اللي موجود زي ما انت شايف وانا مصور لك اهو. تقدر تشوف ايه الترندنج اللي موجود. الفيريفيكيشن بتاعه سهل جدا، بتبعت لي الاكونت الرسمي بتاع الابلكيشن على انستجرام، بتقول له انا عايز افيريفاي الاكونت بتاعي بس لازم يبقى عندك 100,000 فولور. بس كده، دي الشروط. السياسه بتاعته زي ما انت شايف اهو، زي ما انا عارض لك. السياسه بتاعته انك انت تبعد عن الفيديوز اللي فيها مشاكل ليها علاقه بالامور الحساسه زي ما انت شايف، وكل الحاجات التانية اللي محظوره برضو في الابلكيشنز التانية. ولكن هي الدنيا مفتوحه فيه دلوقتي، مفيش اي قيود خالص عليه. الابلكيشن اللي انا بتكلم عليه هو ابلكيشن اب سكرولد، فنزلوه. انا بعد اسبوع من استخدامه لقيته ان هو كويس جدا، ومهم قوي ان انت تبدا في الابلكيشن اول ما ينزل. احسن ان انت تبدا انك انت تنزل الابلكيشن وتستخدمه دلوقتي علشان تبقى انت قديم على البلاتفورم. شكرا ليكم.